السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايبه لكم اختراع هنخلي الفلفل دوت في الازازة دي. يلا نبدأ بسم الله. انا معايا نص كيلو فلفل غسلاه وفتحاه سنة كده بالسكينة مش قوي عشان ما يتهريش معايا. هتقولوا هنخلي ازاي الفلفل في الازازة اهو. انتوا عارفين ان الواحد ما يقدرش يستغنى عن المخللات في بيته، حاجة بسيطة مش مكلفة هتعمليها في بيتك، وكمان طريقة الازازة دي مش تاخد معاكي مكان في المطبخ. لو ما عندكيش بطرمان بردك احنا بنتصرف، مفيش حاجة بتوقفنا. الازازة ما تتملي كده اخبطها كده. عارفين ان الفلفل ما بياخدش وقت في التخليل بردك. كنت مخلله معاكم الليمون والفلفل. اللي اول مره بيشوفني يدخل على الصفحه بتاعتي ويشوف انا عملت الليمون المخلل ازاي. متنسوش بقى الاشتراك واللايك عشان يوصلكم مني كل جديد، واكتبولي في التعليقات بقى، عاوزه لايكات بقى كتير كده. وهي دي بصوا هتبقى تحفه، منظر بصراحه جميل قوي. والازازه برضك بتاعتك بتخلص وجوه كده ينزل الفلفل. هضيف ورقتين لو ورق لورا عشان نحافظ لي على الفلفل بتاعنا. حطيت واحده ودي التانية اهي. هضيف فصين توم عشان يدي بردك طعم. هضيف معلقه صغيره ملح ليمون عشان تحافظ لنا على القرمشه بتاعه الفلفل، ما تخلوش يتهري. وهضيف بردك معلقه سكر، نص كوبايه خل. الطعم الحلو اللي احنا زي اللي بنجيبه من محلات الترش. ميه حاطه فيه معلقه ملح كبيره ومدوباها. خلاص ضفت الماء في الازازه وخليت مسافه بين الازازه وبق الازازه عشان لما الفلفل يستوي هينزل بردك ميه ما تتمليش الازازه. نرجع مع بعضينا نشوفه لما الفلفل يستوي. انا خلاص الليمون بتاعنا استوى زي ما حضراتكم كده شايفينه، منظره يفتح النفس. يلا بينا نشوف هنفضيه ازاي. انا معايا هنا سكينه منشار، هفتح الازازه. ماشي، انا خلاص فتحت الازازه اللي حضراتكم كده شايفين. بصوا شكل الليمون منظره يفتح. انا خلاص فتحت الازازه شايفين شكل الفلفل منظره تحفه. هفضيه في علبه كده زي ما حضراتكم شايفين. شايفين منظر الفلفل وحلاوته، منظر جبار. طعمه ريحه الفلفل والله تحفه. اللي ما عندوش بطرمان وعنده زجاجه زي دي يستغلها ويخلل فيها عشان نوقف نفسنا عشان ما عندناش بطرمان مطبخ. يبقى اي حاجه هنعمل نخلل ونتصرف. ايه رايكم في منظر الفلفل؟ منظره تحفه. شوف علبه زي كده والمعقمه الاكل يقلوها كده، حطوها في علبه زي كده محكمه الغلق، حطوها في التلاجة، احفظوها في التلاجة. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه.
وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في شكل الفلفل دوت، طريقه حلوه ولا وحشه. السلام عليكم ورحمه الله.